عمي حموديات تنهدى، ولكن إن خالفت شرع الله أنت أو أبويا أو أخويا أو أي سني أو أي شيعي من منهجي إني قلت لك إذا أنت صرت عدو لله. زين بينك لبين الله، بينك لبين الله، أنت ضامن نفسك من أهل الجنة؟ والله عمر بن الخطاب، نعم، عمر بن الخطاب نعم، قال والله إنه عمر بن الخطاب يقول في طلع عمر في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن الإنسان، حديث صحيح، إن الإنسان ليعمل بعمل أهل الجنة. وأنت منو قال لك هذا عملك عمل أهل الجنة؟ منو قال لك هذا عملك عمل أهل الجنة؟ اللي تقتل أهل العرق وتروح تقتل المرأة تجلدها 40 جلدة مسوي ظهرها صبورة، هو هذا دين الله يا حبيبي عيسى؟ أخي يا شرع الله، أخي احنا مو بزمن محمد صلى الله عليه وآله، شرع الله له تعبير مجازي نقدر نوصل للناس فكرة مو قبل، مو مثل قبل بالسيوف والصوت وتطقها بجلمودة يا حبيب قلبي، فهمني أرجوك. اسمع يا أبو عزرائيل، ما في حكم ولا في شرع أرحم وأفضل من شرع الله. يعني تمرد راسها بجلمود مين اسمعني، يعني ترجم وحده ب100 حصوايه هاي الجلموده تمرد راسها تسوي طشار، هو هذا ارحم شيء من شرع الله؟ رحم والديك، غير انت الهوى موت احسن علي من عمي بجلموده ويمرد راسي شكو؟ ما احسن ما تؤشر ما افضلها من انك تؤشر بنار جهنم. اخي العزيز، اولا انت اعمل بنفسك ووقي نفسك النار، بعدين ابتلي بالعالم. انت شو جاي اقول لك ذول اللي قاتلهم ببيجي اجانب؟ اسمعني اخي العزيز، انت جاي تقول ليش انا اللي اطبق شرع الله على هذول في محكمه مختصه بهذا الامر؟ اخي العزيز انت جاي تكفرني هسه، انا اعتبرك صديق الي، اقول لك انت اخي في الاسلام، اقول لك شنو رايك بذول اللي نقاتلهم في بيجي، ذول اجانب وقوقازيين، تقول لي اولا صحح دينك، يلا النوب اقول لك صح لو غلط، انت من قال لك دينك صح حتى النوبه صح عن دين يا اخي؟ والله لو انه في دين اصح من دين محمد. اخي العزيز انت منو قال لك دينك دين محمد؟ منو قال لك انت تمشي على دين نهج الله سبحانه وتعالى؟ الله اكبر، اذا محمد طلع عنكم ما دينه لكن دين لا حبيبي منو قال لك انت تمشي على دين محمد؟ القرآن. وانت منو قال لك جاي تمشي على دين القرآن؟ يجوز زال وما تدري بنفسك. الله اكبر، لما اسمع كل شيء موجود بالقرآن واطبقه معه تكون شيعي؟ احنا عندنا القرآن الناطق